فين الحلويات والجمال دوت. عمرك دخلتي كنتاكي وقلتي يا رب اعرف يعملوا الفراخ دي ازاي؟ الفيديو ده بقى فيه كل الاسرار اللي كنت بتدوري عليها. كده بقى عندنا اول حاجه فراخ. انتوا عايزين تجيبوا مثلا صدور ماشي، وراك ماشي. انا جايبه فرخه كامله ودي في حدود 2 كيلو حاجه، يعني 2 كيلو وربع. بصوا انا عملت ايه، غسلتها كويس جدا وحطيتها في محلول النقع في حدود 5 ساعات عشان خاطر الانسجه بتاعتها يا جماعه تبقى طريه. دي خطوه مهمه جدا عندنا. نبدا بقى نلبس الجوانتي بتاعنا، يلا مع بعض. نجيب كده دي ونحط هنا. نبدا نجيب الصدر بتاعنا ماشي، هنفصل الاول. نطلعها كده لوحدها دلوقتي، وهناخد الجزئيه دي برضو ونقطعها كده. السكينه تبقى حاميه يا جماعه عشان تتقطع معاكم بسهوله. شايفين؟ ماشي، هنقطع الجزئيه بتاعت الجناح دي. اللي عايز يخليها براحته بس انا بقطعها. احنا قطعنا الصدر بتاعنا ل3 قطع اهو. الصدر بتاعنا 3 حتت تمام. الورك بقى هقطعه لجزئين ماشي. هاخد الحته دي كده اهوت. الورك بتاعنا قطعناه لجزئين كده، 5 قطع. هنطلع كمان 5 قطع تانيين زيهم، يبقى كده احنا هنطلع 10 قطع من الفرخه، يعني عدد كويس جدا. كده احنا قطعناها. نبدأ بقى نحطها في السرفيس بتاعنا تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده احنا عندنا 10 قطع. هبدأ بقى دلوقتي اجيب لكم التتبيله بتاعتهم اللي احنا هنحطها فيه. كده احنا جبنا بوله فاضيه. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندنا هقول لكم المكونات بتاعتنا عشان يبقى كده، عشان ايه تبان المكونات بتاعتنا. بصوا عندنا لبن رايب ده 200 ملي. انا هقول لكم ايه البديل بتاعه. عندنا كوبايه لبن، هو ده اللي هيبقى البديل، كوبايه لبن دافيه معاها معلقه خل، دي اللي هنحطها على اللبن. هنا عندنا دوت معلقه كبيره بهارات فراخ، وعندنا نص معلقه صغيره ملح ليمون. مهمه جدا ملح الليمون في الوصفه دي. عندنا معلقه كبيره زعتر، عندنا معلقه كبيره توم مفروم، عندنا صويا صوص وهوت صوص. لو ما عندناش هوت صوص عادي جدا مفيش اي مشاكل، هنبدلها بشطه. عندنا معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره شطه، عندنا معلقه كبيره قرفه، عندنا معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه كبيره توم باودر وبصل باودر، معلقه كبيره جنزبيل. دي البهارات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها دلوقتي في التتبيله. هنبدا بقى نعمل ايه دلوقتي. نجيب البوله بتاعتنا اهي، وهنبدا ننزل باللبن الرايب بتاعنا. ارجها بس كويس. عندنا دلوقتي كوبايه اللبن الدافيه، هننزل عليها بمعلقه الخل. بصوا اول ما انا حطيت معلقه الخل بيبتدي اللبن معايا يقطع، شايفين؟ افضل اقلبه كده بيقطع ويتقل. هو ده نفس فكره اللبن الرايب. يعني انت لو ما عندكيش لبن رايب عادي جدا، انا كان عندي في التلاجة بصراحه فقلت استعمله وكملت لبن عادي. بصوا ابتدى يتقل معايا ازاي، بصوا، ومش باين بس هو باين في ايديا حتى اهو ابتدى يقطع. هو ده الطريقه الصح ليه. وهننزل عليهم. ما عندكيش الا كوبايه لبن عادي جدا، حطي كوبايه لبن وكوبايه ميه ومعلقتين ملح معلقتين خل وتقلبيهم كويس جدا لغايه ما يتقل معاكي. انا هديله تقليبه كده تاني.
وهبدأ انزل بالمكونات بتاعتي. انزل بالثوم بتاعي، المعلقة الكبيرة بتاعتي اهي اهي، فضي كويس. انزل بكل التوابل بتاعتي اللي موجودة اللي انا قلت لكم عليها. اقولها تاني: معلقة قرفة، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، جنزبيل، معلقة بابريكا، معلقة شطة. عندنا ملح الليمون مهم جدا، نص معلقة صغيرة، معلقة زعتر، معلقة توابل فراخ، واديهم تقليبة كويس. هننزل بمعلقة صويا صوص. عايزين طيب الفراخ سبايسي يبقى نحط مثلا 3-4 معالق سبايسي اهو. بصوا انا حطيت بتاع معلقة، او في حدود هقول لكم انزل معلقتين، ومعلقة صويا صوص اهي. بصوا قبل ما انزل بالفراخ بتاعتي في التتبيله انا نسيت اعمل حاجه مهمه جدا. همسك الجزئيه بتاعه الفراخ انغزها كده. ليه؟ عشان الصوص ده يدخل جواها. بصوا نغزها كده كويس جدا اهي. ماشي. هاجي هنا عند الورك بتاعي اشيل الجلد. انا مش بحب انغز الجلد لان بيبقى يعني شكله وحش وبيتفرول مني. بصوا اهي، شايفين؟ واضحه قدامكم اهي. بصوا اهي، بصوا هعمل كده في الفراخ بتاعتي كلها. كده خلصت. هبدا بقى انزل بالفراخ بتاعتي. بصوا انا بدعكها في التتبيله، بس بحاول اشرب جواها الصوص. بصوا وهحط اخد كده برضو اهو. بصوا ابعد ايدي دي عشان تبان ليكم بعمل ايه اهو. هبدأ بقى اعمل الخطوة دي في كل الكمية اللي عندي. هنبدأ نجهز الصوص مع بعض. تمام. عندنا ايه دلوقتي؟ هنجيب البولة كده بتاعتنا، كوباية كاتشب اهي، كوباية باربيكيو، لو كوباية ونص اوكي. بس عندنا معلقتين كبار صويا صوص، وعندنا معلقتين كبار عسل نحل، ده اللي بيدينا التذكرة الحلوة وبيظبط الطعم جدا. وعندنا معلقتين كبار صويا صوص هنزل بيهم، وهبدأ اقلب كويس جدا. انا مشيت معاكم الخطوة دي بطيئة عشان كنت عايزاكم تشوفوا كل صوص اتحط والمكونات بتاعته. كده قلبناه كويس ويبقى الصوص بتاعنا جاهز، اللي هو اللي هنعمل منه الريزو، وهناخد منه على وش الريزو. انا بس هدوق الطعم هشوفه مظبوط ولا ايه. خطير بجد، يعني صوص خطير مظبوط ظابطه. هنحط بقى معانا دلوقتي نص معلقه صغيره توم باودر، ونص معلقه بصل باودر، وهنحط برضو معلقه صغيره ملح عشان نظبط الطعم، وهنحط رشه فلفل اسود، وهنقلب كده. احنا هنجهز بقى الرز معانا. هنعمل ايه؟ هننزل دلوقتي بمعلقتين زيت كبار اهو كده. تمام. ومعلقتين سمنه بلدي، زبده، اللي عندكم حطوه، بس لازم زيت وسمنه عشان يدي طعم حلو للرز. الزيت يخلي الرز يفلفل، والسمنه او الزبده تدي ريحه وطعم حلو للرز. معانا بقى بصلايه اهي، هي المفروض متقطعه ناعمه خالص او متقطعه يا جماعه يعني، او مفرومه في الكبه، بس احنا بنحب البصل كبير شويه. هننزل بالبصل بتاعنا. انا مش هحمره، انا هدبله بس. هبدا بقى اعلي النار. بصوا بقى كده انا دبلت البصله، يعني انا مش عايزاها تتحمر. هو مش رز بتاع سمك، رز صياديه، لا ده رز بتاع كنتاكي. هنزل بقى بالرز ده. 3 كوبايات رز عندي غسلاهم ومصفيهم. تمام. وهبدا اقلب، اجيب بس المساكه وهقلب بقى. الرز خد تشويحه كويسه معانا. هبدا بقى دلوقتي انزل بايه؟ بالصوص بتاعنا اللي احنا عملناه. انا خدت منه نص كوبايه او كوبايه الا ربع. وهحمر بقى دلوقتي. هقلب تقليبه كويسه. بس اللون خطير والطعم
فظيع يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من عندي. كلول عندنا مكعب مرقه، انا بس ايه يعني فرقاه كده عشان ايه يتفتت. وهنزل بباقي الصوص بتاعنا اللي هو في الكوبايه اهو، هنزل بيه كده افضيها كده خالص اهو كده، فضيتها خالص ثم مسحتها لسه في حته اهي. هنزل بمعلقه كاري صغيره خالص ومعلقه كركم، لو مش عندكم حاجه من الاتنين مفيش اي مشكله. وهقلب. الاخيره اللي عندنا الكفر، هنعمل ايه؟ عندنا 3 كوبايات دقيق وعندنا كوبايه نشا، بس دي مش كوبايه، ده نص، ماشي؟ يعني 3 كوبايات دقيق ودي نص كوبايه نشا. التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيله في الاول خالص هي عندنا معلقه ملح، عندنا معلقه فلفل اسود اسمر، عندنا معلقه ومعلقه بصل بودر وتوم بودر، عندنا معلقه قرفه، عندنا معلقه جنزبيل، عندنا معلقه زعتر، نص معلقه ملح ليمون. هننزل بكل التوابل دي وهنقلبها كده كويس. على جبت بقى بوله تانية فيها مكعبات تلج وميه ساقعه، نركنها على جنب. وهنجيب ايه بقى؟ شبكه. الشبكه دي هنعمل فيها ايه يا جماعه؟ هنحط فيها، هنطلع منها الفراخ من هنا، هنصفيه عليها. بصوا شايفين اهي، ننزل كده هنا عشان خاطر ايه؟ الزيادات تنزل اهو كده. بقى انا حطيت اهوت، طلعت الفراخ بتاعتي من التتبيله حطيتها على شبكه. نجيب بقى الدقيق بتاعنا اهو وهنبدا ننزل فيه. هناخد قطعه اهي، شايفين؟ وناخدها ننفضها كويس وننزل بيها في الميه الساقعه اهي، واطلعها تاني وانزل بيها هنا واقلبها 10 مرات. حاولوا اشتغلوا بايديكم ناشفه وايد مبلوله، شايفين؟ بصوا، وادوس كده عليها دوسه كده 10 مرات، اديها تنفيضه بسيطه. هي ده اللي هيدي الكفر الكريسبي. ونحط نكرر في واحده تانية اهو الشكل بتاعنا. بصوا عامله ازاي القرمشه فيها. هنبدا ننزل بيها في الزيت، الزيت يبقى سخن بس مش واخد سخونيه جامده، مش بيقدح، وهي هتاخد في الزيت لمده 10 دقايق. بصوا انا عايزه الزيت يبقى ايه؟ مغطيها كده. نحط واحده كمان بس استنى ايه في حدود ثواني عشان ايه درجه الزيت ما تنزلش معانا. هنزل بيها كده بصوا يا جماعه، شايفين اهي كده وهي بتتحمر، شايفين عامله ازاي؟ بصوا القرمشه والخربشه باينه فيها بس لسه. انا هبدا بقى اوطي عليها النار عشان تستوي من جوه اهو كده. دي عندنا الكرنبايه عملتها بالمخرطه، خرط ناعم كويس جدا. معايا جزرايه بشراها هنزل عليها، وهحضر معاكم الصوص بتاع الكول سلو الخطير. هحضر معاكم الصوص بتاع الكول سلو. هنحضر الصوص بتاعنا بقى. معانا كوبايه زبادي بلدي، اي نوع تاني براحتكم خالص. دي كوبايه زبادي كبيره، ومعانا قدهم لبن. على فكره الكول سلو طريقته سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه، وبيطلع احلى من الجاهز. ليه بقى؟ عشان احنا بنحط لبن فيه ومايونيز بنظبطه. يعني هننزل بالمايونيز في حدود ربع كوبايه مايونيز. هديله تقليبه. انا شايفه المضرب بصراحه احسن من المعلقه. هنزل بقى بالعسل النحل بتاعنا، يعني في حدود معلقتين كبار بس كده كفايه. حطينا عسل النحل. بصوا هحط ذره ملح، بصوا يعني حاجه كده، نقط كده زي ما انتم شايفين. والخل نقطتين برضو، كل ده عشان نظبط الطعم. بس كده هما نقطتين بالظبط، واقلب. بصوا ما عندكمش بقى عسل نحل نبدله بسكر عادي جدا، شايفين؟ يعني ما بنقفش.
والسكر على فكره بيدي نفس الطعم، يعني بيدي نفس الطعم بتاعه، بس انا حطيت عسل نحل قلت قيمه غذائيه عاليه للولاد، لكن لو احنا بدلناه مش هيفرق. هنجيب بقى الكرنب بتاعنا بالجزر الخطير ده، نعمل كده حفره في النص عشان ننزل بالسوائل بتاعتنا دي. ما تسيبوش اي حاجه في البوله. بصوا ننزل كل ده كده، نمسحها كويس. الحاجات دي مكلفه ومتكلفه، فاحنا مش عايزين نسيب اي حاجه. اهو تبدا بقى اقلب، وبكده خلصنا الكولسلو بتاعنا. نغطيه، احلى كولسلو تاكلوه واسهل كولسلو نحطه في التلاجة، ما تسيبوهوش بره عشان الجو حر، وده فيه لبن ومايونيز. خلصنا الاكله كامله، الفراخ اهيت معانا والكولسلو والرز الريزو والصوص بتاعه. هنبدا دلوقتي بقى نغرف. ماشي، هنحط دلوقتي الرز. الرز لونه خطير، شايفين؟ انا ما عملتش عليه ستريبس ولا حاجه، انا هرش عليه الصوص بس بتاعه اهو. نرش بقى كده الصوص بتاعه، بس كده. ومعاها حته فرخه مع حته عارفين بقى اللي هو كنتاكي، واحلى كمان. وبصوا بصوا اللحم دايب في ايديا دوب، شايفين؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو، وتعملوا لايك واشتراك للفيديو.